نحن عندما نحذر من سيد قطب قالوا أن الشيخ صالح فوزان يستشهد بكتاب الظلال القرآن. كلام الزين ما هو بيؤخذ من أي أحد، لكن كما نعرف شيخ أن الخير الموجود عنده موجود في غيره. فيه وفي غيره. اللي منقول عنه حق ولا باطل؟ المنقول حق ولا باطل؟ حق خلاص. الحق يؤخذ من جاء، حتى من الشيطان إذا جاب حق يؤخذ. هل نحذر من سيد قطب الآن يا شيخ؟ لا تحذر ولا تنذر، اسكت اسكت اسكت. سائل يقول: يوجد جماعة تسمي نفسها جماعة الجرح والتعديل، وشغلهم الشاغل البحث عن أغلاط المشايخ والدعاء، ثم يقومون بعد ذلك بتبديعهم والتحذير منهم. الجرح والتعديل عند المحدثين وهو من علم الإسناد، أما الكلام في الناس هذا ليس جرحا وتعديلا، هذا غيبة ونميمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذا العمل، يزكوا أنفسهم أولا قبل أن يبحثوا عن عيوب الناس. ما عندهم إلا الكلام في الناس وتجريح الناس وفلان كذا وفلان كذا، هذه غيبة، هذه الغيبة ما تجوز.